السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي متابعيني؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وبألف سعادة. يا مساء الخير والهنا والسعادة والأمل والرضا. مساءكم الخير لأهل الخير، ومساءكم الفل والياسمين للناس الطيبين. وحشتوني كتير 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 من الفيديو اللي فات للفيديو ده. يلا بينا نصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، وما يحلى الكلام إلا بذكر نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام. النهاردة هنعمل من نص كيلو دقيق هنعمل بيتزتين. طريقة سهلة جدا جدا للبيتزا. كل المكونات في قلب بعضها، وهنعجنها بمية دافية. هي المكونات: نص كيلو دقيق، عليها كيس من الخميرة الفورية، ولازم تكوني متأكدة من الدقيق بتاعك والخميرة الفورية بتاعتك إنها من نوع وجودة حلوة. رشة ملح، معلقة سكر واحدة على كيلو الدقيق. تمام. هنجيب معايا بقى هنا الزيت بتاعنا. الزيت عبارة عن 4 معالق على نص كيلو دقيق. تمام، 4 معالق كده، مش مليانين قوي، متوسطة. ونبدأ نجيب علبة زبادي كمان، وده مكون أساسي في عجينة البيتزا بتاعتي. يبقى نص كيلو دقيق، عليه رشة ملح، عليه كيس خميرة فورية بيعادل معلقة كبيرة، معايا 4 معالق من الزيت، معايا علبة زبادي. ونبدأ نعجن المكونات دي كلها بمية دافية. تمام. نقدر بقى بالمية الدافية نعجن حلو، ونلم العجينة بتاعتنا ونخدمها حلو. طول ما انتي بتدي للعجينة الخدمة اللي محتاجاها، هتديكي نتيجة أفضل. نعجن بقى حلو قوي. لمت معايا، ابدأ بقى انزل من المعلقة خالص، وابدأ انزلها على الرخامة بتاعتي، وافضل اخدمها شوية. تمام. نلم العجينة. بقى الم واعجن. انا مش عايزاها ملزقة قوي، انا عايزاها تبقى ممتازة. فضلت عجنت في العجينة. نجيب بقى هنا الطبق بتاعنا، نجيب حبة زيت، وننضف الطبق بتاعنا حلو، ونحط حبة زيت كده حلوين، ونبدأ نسيب الخميرة بتاعتنا او العجينة بتاعتنا تتخمر. تمام. هنحط العجينة بتاعتنا في الطبق، ونغطيها فوطة، ونسيبها في مكان كده في الغرفة المطبخ بتاعتنا، في مكان دافئ. تمام. عقبال بقى ما العجينة تتخمر، تعالوا نشوف هنعمل البيتزا بتاعتنا باللحمة المفرومة النهاردة. معايا نص كيلو من اللحمة المفرومة، ومعايا فلفل سبايسي وفلفل رومي، ومعايا طماطم، ومعايا بصلايه عشان نعصق بيها اللحمه المفرومه بتاعتنا. احنا عايزين نحس بطعم اللحمه في البيتزا بتاعتنا، فاحنا مش هنحاول ان احنا نكتر البصل، لان احنا مش هنعمل لحمه معصجه. احنا يا دوبك هنشوح اللحمه بتاعتنا ببصل ونبدا وقرن فلفل كده رومي، ونبدا نعصجها كده حلو عشان تبقى مناسبة للبيتزا بتاعتي. معايا بقى البصلاية، هخرطها تخريط كده ناعم. تمام، زي ما حضراتكم شايفين خلصت تخريط البصلة بتاعتي. نبدأ بقى ناخد البصلة بتاعتنا بعد ما نخرطها كده حلو، بصلاية كده محترمة، ونروح على البوتاجاز على طول، وتحطي المادة الدهنية اللي انت عايزاها. انا حطيت معلقة سمنة بلدي صغيرة وحبة زيت. ابدأ بقى اسيب البصلاية، واجي اقطع لها بقى فلفل رومي كده حلو، عشان هنحطه على اللحمة المفرومة بتاعتنا. تمام. كل دوت والبيتزا بتاعتي او العجينة بتاعتي بتاعت البيتزا بتتخمر، ونسيبها بقى. بصينا عليها كده شوية، وننزل بقى باللحمة المفرومة على البصلة. تمام.
وبعد ما اللحمة بتاعتنا تاخد لون خالص نبدأ ننزل بالفلفل بتاعنا والبهارات طبعا. تمام. نحط مكعب ماجي مع الفلفل الرومي. الفلفل الرومي بيخلي للحمة طعم، يعني بصوا يعني جربوها، الفلفل بيسكر اللحمة بيخليها روعة. حبة ملح، حبة فلفل اسود، 7 بهارات، ونقلب كل الكلام ده مع بعضه. احط لها بقى كوباية مية صغنونة واسيبها بقى تستوي مع نفسها، تاخد كده وتدي بشكل ودي، وتطلع لنا بقى لحمة مفرومة معصجة جامدة جدا. غطي عليها. تعالوا بقى نكمل تقطيع. طماطم بقى طرنشات، وقطع الفلفل سبايسي، وقطع الفلفل الرومي. وعملنا النهاردة بيتزا بسيطة جدا جدا وسهلة جدا. تمام. وكلها مكونات موجودة في البيت، وعزمنا ولادنا وفرحناهم. انتوا عارفين ان احنا بنبقى جايين من الشغل بنبقى محتارين كلنا نعمل اكل ايه. نص كيلو دقيق هتعجني قوام بكيس خميرة فورية، بحبة ملح، بحبة زيت، بعلبة زبادي، كلها موجودة في البيت. ونبدأ نعمل العجينة بتاعتنا، ونكون حضرنا التوبنج اللي احنا هنحطه على البيتزا، ونقطع له شوية خضار. تمام. تمام. وعندك جبنة، اي جبن في البيت عندك موجودة ممكن تحطيها على البيتزا بتاعتك. تمام. تمام. تعالوا بقى شوفوا، ما شاء الله، اللهم بارك. اتخمرت معايا حلوة قوي. ابدأ بقى اقطعها على 2. انا هعمل بيتزتين النهاردة، واحدة سبايسي وواحدة عادية. تمام. انتوا عارفين ان الاكل اليومين دولت والجو حر، واحنا كلنا بنحتار نعمل اكل ايه. فيوم ما هنشتاق للطبيخ هنعمل طبيخ، بس احنا قلنا النهاردة نغير. عملنا طاجن مكرونة اليومين اللي فاتوا، نعمل لهم بقى النهاردة ايه؟ البيتزا بتاعت الشارع اللي كلنا بنموت فيها. نسيب العجينة كده ترتاح. انا بفردها، ما شاء الله مرتاحة معايا حلو. ابدأ اخدها بقى على الصاج، ودهنا الصاج طبعا مادة دهنية. تمام. ابدأ بقى افرد فيها كده، ونجيب بقى الجبنة الموتزاريلا بتاعتنا. بيتزا يعني جبنة موتزاريلا، وده اختياري ويرجع ليكي برضك ولذوقك في البيت. تمام. هنعمل ايه بقى؟ هنعمل زي المحلات، هنجيب كاتشب، وعايزين نخليها لهم زي بره بالظبط. هنجيب بقى الكاتشب وندهن بالفرشة الكاتشب بتاعنا، ونبدأ نحط بقى حبة لحمة مفرومة. تمام. انتي بقى عايزة تكتري، عايزة تقللي، ده بيرجع بقى لايه؟ لذوقك وامكانياتك في البيت. انا حبيت النهاردة ان هي تبقى ايه؟ ممتازة. نبدأ بقى نحط خضار. بعد ما حطينا بقى اللحمة المفرومة وجبنة موتزاريلا، نبدأ نحط خضار وفلفل، ونحط حبة لحمة مفرومة تاني على الوش كده، ونغرقها بقى جبنة، حبة بقى كاتشب كمان. وتبدأي بقى تحطي الجبن بتاعتك على الوش، وبس كده. ودي كانت أول بيتزاية معايا خلصت. الفرن بتاعي شغال على درجة حرارة 180 من ربع ساعة ل16 دقيقة، أو يعني لغاية 20 دقيقة كده، بتتحمر من فوق ومن تحت. ننزل بالكاتشب بعد ما العجينة ارتاحت، وندهن بقى الكاتشب كده. تمام. نحط بقى لحمة مفرومة ونعملها زي التانية بالظبط، بس دي بقى هتبقى سبايسي كلها. تمام كده. انتوا عارفين ان الولاد دي احلى حاجة واحلى اكل عندهم.
عايزين نجيبها من بره، فانتوا عارفين ان الاسعار بتاعت بره عامله ازاي. طب وانا على ايه؟ ما انا اوفر، ما انا اجيب يعني بصوا شوفوا انتوا امكانيات ميزانيتكم بتبقى عامله ازاي. يعني كيس الجبنه الموتزاريلا واللحمه المفرومه، يعني انا بالنسبه لي اني يعني حبه دقيق وحبه خميره وعلبه زبادي وعلبه ملح وما تعبتش في حاجه. يعني انتوا لو قومي بس جربيها كده بعد الفيديو على طول وطبقي واعملي لهم بيتزا في البيت، هتطلع احلى من بره. بس اهم حاجه للمبتدئين وانتوا داخلين تعملوا البيتزا، تتاكدوا من نفسكم وتبقوا واثقين ان الاكل هيطلع حلو، وان انتي هتعملي حاجه حلوه وهتطلعي حاجه حلوه وهتبهري اللي هتاكليهم. تمام. تمام. خلي كده عندك ثقة في نفسك وانتي داخلة المطبخ تكوني بتضحكي وعندك يقين ان الحاجة هتطلع حلوة. اوعي تخشي وانتي مكشرة كده. تمام معايا. خلصت البيتزاية التانية. نبدأ بقى ندخل في الفرن يا بنات على طول، والفرن بتاعنا سخن. نضف بس الجبنة عشان ما تتحرقش في الصاج بتاعي، ونبدأ ندخل بقى اول واحدة. ويا سيدي بقى ونقول يا سيدي بعد ما تطلع. يلا بقى دخلي. ما شاء الله، اللهم بارك، وربنا يحسن ما بين ايديكوا يا رب جميعا. ما شاء الله، بصوا شغالة حلو وما شاء الله ارتفعت وشغالة مية مية. نطلعها بقى واوريها لكم بعد ما استوت شكلها ايه. بصوا ما شاء الله، حاجة كده اكس اكس لارج، حاجة كده بقى ايه، جامدة جامدة جامدة. ونقطع بقى البيتزا بتاعتي الطرية الكريسبي المليانة. مش عارفة اقول لكم ايه، مش عارفة اقول لكم ايه غير ان بصوا الكلام عدى الجمال. اللهم بارك، ما شاء الله طلعت رهيبة. بصوا قطعها بس. الجماهير واقفة مستنية يا ولاد، الجماهير واقفة مستنية. يلا يا ماما رومة. بيتزا دي بقى ولا مش بيتزا يا جدعان؟ بيتزا زي بتاعة المحلات وهننافسهم وحاجة كده ألاجة ألاجة. يلا بقى بألف هنا وشفا يا رب على قلوبكم الصافية الطيبة. جيب بس طبق وأوريها لكم هي قد إيه جميلة وقد إيه سهلة، وما تصعبيش الدنيا عليكي، اللي موجود عندك في البيت كله بيمشي. بصوا جامدة والله العظيم، مش قادرة اقول لكم ان هي طرية ملبل خطيرة. زي ما بقول لحضراتكم كده، من نص كيلو دقيق تقدري تعملي وتبدعي وتلمي ولادك حواليكي، خصوصا ان هم بقى ناجحين وكل سنة وكل طلابنا كلهم طيبين، وعام بقى واجازة سعيدة وعام دراسي خلاص خلص. واقول لكم بقى مبروك بمناسبة ان كل نجح، كلكم مبروك. وربنا يا رب يجعل فيكم الخير والبركة والسعادة ويبعد عنكم العين والشر، اللهم امين. وده كان الشكل النهائي للفيديو بتاعي وللبيتزا بتاعتي. فرحت ولادي. قومي بقى فرحي ولادك واعملي لهم حاجة حلوة هيحبوها، البيتزا الخطيرة الرهيبة. بصوا انا مش قادرة اقول لكم، هي من تقل الحاجة، الخضار واللحمة المفرومة، يعني حاجة كده رهيبة. والجماهير بقى مش قادرة اقول لكم واقفين مستنين هذه يعني بصوا مش عارفة اقول لكم ايه. اقول لكم بقى باي باي، واللايك والشير والاشتراك والكومنت الحلو منكم اللي بيسعدني كتير قوي قوي قوي. اغرف لهم بقى ونروح ناكل، واقول لكم بقى باي باي، وفي حلقة جديدة مع عائلة ماما روما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللايك، اوعوا تنسوا اللايك.